ازاي تقدر تكسب فلوس كتير من البرمجة من غير ما تشتغل فول تايم او بارت تايم في شركة معينة؟ هل اصلا في طرق غير كده ممكن نجيب بيها فلوس؟ هو ده موضوع فيديو النهارده. اول طريقة هي الفريلانسنج. الفريلانسنج بمنتهى البساطة هو العمل الحر، ان انت بتقدم الخدمات اللي انت بتقدر تعملها لناس تانية محتاجة الخدمات دي. ده بيتم عن طريق مواقع مختصة بالموضوع دوت. اشهر موقع في العالم بيعمل دوت هو اب وورك. كل اللي عليك ان انت تدخل تعمل اكونت على اب وورك وتكتب ايه السكيلز اللي انت بتعرفها، وهو هيقوم بالتواصل ما بينك وما بين الكلاينتس اللي محتاجين الخدمات دي، وطبعا هيبقى ليه نسبة بسيطة في التعامل اللي بيحصل ما بينكم. طيب انت تقدر كمان تعمل دوت من غير المواقع دي عن طريق ان انت تتعامل دايركت ما بين العملاء دول. طيب ازاي انا هوصل للعملاء دول؟ ازاي هوصل لايميلاتهم او ارقام تليفوناتهم؟ في تولز كتير ممكن تساعدك في دوت. اشهرهم على الاطلاق هو يلو بيجز. لو انت دخلت دلوقتي على يلو بيجز وكتبت مثلا ميديكال، هيجيب لك كل الناس اللي شغاله في مجال الميديكال الموجوده في مصر، هيجيب لك ارقام تليفونات الشركات وايميلاتهم. ممكن انت تتواصل معاهم دايركت، او ممكن حتى تجيب حد سيلز او مختص بالموضوع دوت يتواصل معاهم دايركت. طيب الطريقه الثانيه اللي ممكن تكسب بيها فلوس ان انت تعمل انت ابلكيشن بتاعك، تعمل فكره خاصه بيك وتبدا تسوق لها. انا بستغرب ان في ناس كتير قوي مش بتفكر في الموضوع دوت، وبتفكر بس في شغل الفول تايم والبارت تايم في الشركات، وخصوصا ان احنا عندنا نماذج في مصر والشرق الاوسط فكروا كده الفتره اللي فاتت ونجحوا جدا جدا في ده. الطريقه الثالثه ان انت تبدا تعمل سيمز وبلجنز للكونتنت مانجمنت سيستمز اللي مشهوره، واللي طبعا اشهرهم على الاطلاق هو الورد بريس. الورد بريس ببساطه جدا هي تول بتساعدك ان انت تقدر تبني ويب سايت بسهوله جدا. انت دورك بقى ان انت ممكن تعمل سيمز او بلجنز للتولز ديت وتبدا تعرضها للبيع على ويب سايتس برضه مخصصه للموضوع دوت، واشهرهم على الاطلاق هو سيم فورست. الحاجه الرابعه هي الكودينج كونتيستس، او ببساطه شديده المسابقات. تعرف ان انت ممكن تدخل مسابقات كتير جدا في البرمجه تقريبا بشكل يومي وتكسب من خلالها فلوس كتير قوي. وكمان الاحلى ان المسابقات دول بيبقوا لحل مشاكل موجوده لعملاء فعليين في ارض الواقع. ببساطه شديده في مواقع مخصصه للموضوع دوت بتجيب مشاكل لعملاء موجوده وتبدا تطلب من الناس ان هم يحلوها، والناس كلها بتبدا تتسابق في حل المشاكل ديت، واللي بيكسب بيبقى ليه جايزه ماليه كويسه جدا. اشهر موقع بيعمل الموضوع دوت هو توب كودر، وفي موقع حلو جدا برضو اسمه هاكر ايرث، دول بيعملوا نفس الفكره. اوكي، الحاجه الخامسه هو ان انت ممكن تعمل لايبرري او ممكن تعمل فريم ورك تساعد المبرمجين التانيين على شغلهم، والطريقه ديت كويسه جدا وفيها طرق كتير قوي للمكسب ممكن تجربوها. كل الطرق الخمسه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول سهلين جدا وكلهم واقعيين، وناس في وسطينا بداوا فيهم وعملوا منهم نجاحات حلوه جدا. كل اللي ناقصك علشان تبدا اي حاجه من دول هو بس ان انت تاخد خطوه وتتكل على الله في الموضوع دوت. ده كان موضوع فيديو النهارده، ان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.